تعالى كده نجاوب على سؤال بسيط. ليه دايما عدد الناس اللي احنا فعلا قريبين منهم ومرتبطين بيهم بيقف عند رقم معين؟ يعني تلاقي نفسك تعرف مئات بس فعليا بتكلم كام واحد؟ 5 10 20 100 150 بالكتير قوي. هنا بيجي مصطلح اسمه عدد دنبار، وده مش رقم عشوائي، ده جاي من عالم أنثروبولوجيا بريطاني اسمه روبن دنبار، اللي لاحظ إن دماغنا ليها قدرة محدودة على إدارة العلاقات الاجتماعية القريبة، والرقم السحري هو 150 شخص. الراجل قال أو لاحظ إن حجم قشرة الدماغ الأمامية، الجزء المسؤول عن التعامل الاجتماعي، بيتحكم في عدد الناس اللي نقدر نحافظ معاهم على علاقات مستقرة. وكل ما كانت القشرة دي أكبر كل ما زادت قدرتنا على التواصل مع عدد أكبر شوية، بس برضو مش هيفلت من حدود معينة. والموضوع ده مش كلام نظري وبس، الدراسات اتعملت على قبائل وعلى جيوش وعلى شركات ومواقع تواصل اجتماعي، وتأكدوا ان الرقم فعلا بيتكرر. يعني مثلا هنلاقي ان في بعض الوحدات او هنلاقي ان في بعض المجتمعات او هنلاقي ان في بعض الشركات لما بيلاقوا ان عدد الموظفين مثلا بيزيد عن 150 شخص ممكن يبنوا مباني تانية وتالتة بحيث ان المبنى الواحد لا يتخطى 150 شخص. طب يا ترى ازاي نستخدم الكلام ده في حياتنا النهارده؟ لو انت بتدير شركة او فريق، خليك عارف ان العدد لما بيكبر عن 150 التواصل هنا بيبدأ ينهار، والناس مش بتعرف تتعامل بنفس الأريحية. الحاجة التانية اللي لازم تعرفها هو انك لو بتخطط لحياتك الاجتماعية اعرف انك مش لازم تعرف الدنيا كلها، ركز على جودة العلاقات مش كميتها. والحاجة التالتة المهمة، لو انت بتسوق او بتعمل محتوى خليك فاكر ان جمهورك عنده نفس القيد العقلي، فابني تواصل حقيقي معهم مش مجرد ارقام وخلاص. اما في حياتنا اليومية لازم تبقى عارف او لازم نبقى عارفين انك لما تلاقي حد عارف ناس كتيرة جدا بس اول ما يتحط في موقف صعب في الغالب بتلاقي حواليه عدد قليل فقط. ده لأن المخ البشري بيحافظ على دايرة ضيقة من العلاقات القوية والباقي بيبقوا معارف سطحية. في دراسة اتعملت من جامعة أكسفورد برضو أكدت إن الشبكات الاجتماعية زي الفيسبوك أو غيره بيحصل فيه نفس الظاهرة، الناس عندها آلاف من المتابعين أو آلاف من الأصدقاء بس التفاعل الحقيقي بيبقى حوالي ما بين 100 إلى 200 شخص بالكتير. الخلاصة هنا انت مش محتاج تعرف اكتر من 150 شخص عشان تكون انسان ناجح ومؤثر ومبسوط. اعرف دايما ان دايرة علاقاتك اهتم بيها وخليها جيدة واهتم بالجودة مش الكم، ساعتها هتكون فاهم نفسك اكتر والبني ادمين اكتر وهتقدر تأثر فيهم بشكل اجود وبشكل احسن.